الزمالك امام مودرن سبورت في كاس مصر. اداء فني باهت طول اللقاء وخساره بدنيه قبل مباراه القمه. الزمالك بيبدا التشكيل ب 4-3-3 اللي بتتحول ل 4-1-4-1. واكد لكم الكلام ده. مع بدايه اللقاء بنشوف عمليه بناء لعب في الوقت اللي بيقرر فيه خط الظهر يقرب من لاعبي وسط الملعب، مع ان ده دور لاعبي البوكس تو بوكس اللي هو ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ان ينزلوا جنب دونجا ويساعدوه في عمليه بناء اللعب. بنشوف باص من حسام عبد المجيد لعبد الله، وعبد الله من وان تاتش بيقرر يخرج بنتايك اللي بيستفاد بضربه حره، وبكروس عرضي من زيزو من الضربه الحره بيحرز دونجا الهدف الاول. ومن بعد الهدف بنشوف لاعبي الزمالك وخاصه دونجا بيقرروا ان يدخلوا مودرن سبورت معاهم الجيم. شوف معايا المشهد ده. خطأ ساذج من دونجا بياخد منه انذار، وده بسبب اعتماد بيسيرو على دونجا لوحده في الخروج بالكره. والمشهد ده بيتكرر كتير، تحضير ثم تحضير، وكأن قلبين الدفاع الزمالك مع دونجا المعزولين تماما هيقدروا يخرجوا بالكره لوحديهم. واللي بيشارك في العزل ده عدم تقارب ناصر منسي وعبد الله السعيد ونزولهم ومساعدتهم في بناء اللعب. وده دايما كان بيخليك تعتمد على الكرات الطويله سواء من المساكين او من محمد صبحي. بس بعد مرور 30 دقيقه من المباراه وفي اللحظه اللي بيقرر فيها لاعبي البوكس تو بوكس يقربوا من قلبين الدفاع ومن دونجا، بتقدر تخرج بالكره بشكل تدريجي، والنتيجه انك هتلاقي نقل وتدوير الكره بجميع الخطوط. وبنشوف ثرو باص من عبد الله السعيد لشلبي، بس شلبي كان نازل ومقرر ان ينافس دونجا مين هيكون اسوأ لاعب في المباراه. بس عندي سؤال واحد لمصطفى شلبي، ايه ده؟ طيب ايه ده؟ شلبي صدقني انت ممكن تشتغل فود بلوجر. نروح الاماكن الفخمه، هنقول على كل الاكل الجوسي والوحش منه لوسي. والسؤال التاني لدونجا، انت بتشوف نفسك بعد اللقاء؟ ومع بدايه الشوط الثاني بنشوف تعديل من بيسيرو بدخول شحاته بجانب دونجا وبخروج السيء، والسيء كلنا عارفينه، وخروج مصدق ونزول الونش. والتغييره دي بالنسبه لي ما كانتش مفهومه، الا ان ممكن اللاعب يكون عنده اجهاد بدني. عدم تقارب الخطوط في وسط الملعب سبب في عدم سهوله الزمالك في الخروج بالكره، والمباراه اصبحت على كل مشجع زملكاوي يا رب الكره ما توصلش لدونجا بسبب المشهد ده او ده. ومن ضربه ركنيه سرحان وتوهان ورعونه عند لاعبي الزمالك، بتلاقي 4 لعيبه من مودرن سبورت بيعملوا الارتقاء على الكره بدون رقابه وبيحرزوا هدف التعادل. مفيش انماط، مفيش اسلوب لعب، الاعتماد على الفرديه. والسبب الرئيسي في كل الشكل الخطط اللي احنا كنا شايفينه ده انك تخليت عن ال 3-4-3 او ال 3-5-2 اللي كانت بتعزز وبترتقي بجوده وسط الملعب. وقبل نهايه الشوط الثاني بيخرج اللاعب الشفاف وينزل فتوح، وده الفارق لما يتواجد لاعب هجاص ويدخل مكانه لاعب ذكي وعنده رؤيه بيقدر يحسن من جوده الزمالك في وسط الملعب. بنشوف لونج باص من فتوح لزيزو في مكان مؤثر علشان ينفذ العرضيه اللي من خلالها الملهم لنادي الزمالك بيحرز هدف الفوز. وبيقرروا لاعبي الزمالك يخلعوا عباءة الاعتماد على النمط الفني اللي ما كانش موجود على فترات كبيره، ويتحول اللقاء لشكل بدني وارتجاليه. الا لاعب واحد فقط في اللحظه اللي بتوصل ليه الكوره بتنتظر منه تمريره او ثرو باص او لونج باص مؤثر، لاعب اسمه السلطان عبد الله السعيد. واللاعب الوحيد اللي ممكن اقدر اقول له شكرا النهارده هو محمد صبحي، هو المان اوف ذا ماتش بالنسبه لي. ونصيحه لبيسيرو، تخرج باللعيبه دي وتحطهم في حوض تلج لمده يومين علشان تقدر تعمل لهم ريكفري للمجهود البدني اللي كان بلا فايده اللي عملوه النهارده. مباراه للنسيان، ونركز في القادم، نركز في مباراه الديربي، وكل الدعم من جمهور نادي الزمالك في المباراه اللي جايه وطول السيزون.